فضيحة بينشرها التلفزيون الكويتي بتقلب الدنيا على السوشيال ميديا. التلفزيون الكويتي كان مستضيف ضابط ضمن قوات الجيش الكويتي وهو بيقول ازاي بيأمنوا الدولة الكويتية. شاهدوا بقى الضابط اول ما سمع افارات الانذار اغمى عليه من الرعب اللي كان فيه، ودي فضيحة كبرى بتبين قد ايه الجيوش العربية او خصوصا الجيوش الخليجية متهالكة. رجال دحرج قال الفضيحة اللي ما عندك بيت تقعد فيه وتصور، نازل لي الدرج عشان تعلمني ان في كويتي اغمى عليه، كل 3 غرف عندك فيها 89 عائلة. هذه الفضيحة. لكن قبل لا اعلمك من هو الجيش الكويتي والجيوش الخليجية، خلينا نتكلم عن هذا المقطع. هذا المقطع يا جماعة الخير لأحد الضباط الكويتيين قديم في ايام جائحة كورونا. ضغط عمل، حصل له هبوط، اغمى عليه طبيعي جدا. ليه؟ لأن العالم جالسة في بيوتها، إلا هذا الكائن جايب خالته من هناك إلى الكويت زيارة، وجايب ولد عمه من هناك إلى الكويت فيزة عمل، وجايب جدته للكويت عشان تزوره. العالم راكدين إلا هذا الكائن سردادي مردادي، أكيد بيحصل له ضغط عمل وراح يغمى عليه طبيعي جدا. أما الجيش الكويتي والجيوش الخليجية المتهالكة هذه، قرب لي شوي بالله ينام. أبصدمك بشغلة، أنت ما في يوم من الأيام قاومت محتل احتلك نهائيا، ولا عمرك انتفضت على أي محتل، والانتفاضة الوحيدة اللي لك على السرير، غيرها ما في شيء. مرة واحدة جاك شاب اسمه سليمان الحلبي من سوريا، يوم جاك للدراسة بجامعة الأزهر لقي أن الفرنسيين محتلينك، وشايفك أنك رايح جاي عادي، أنت متعود طبعا، يروح فرنسي يجي إسباني، يروح إسباني يجي إنجليزي. فما عجبه الوضع هذا السوري، فخرج وقتل الجنرال كليبر قائد الحملة الفرنسية، وجلسوه على خازوق قدامكم وأنتم تنظرون، ولا أحد فزع له ولا أحد ساعده. المصيبة مو هنا، المصيبة أنك أشغلتنا بهذا الخازوق. ده احنا عندنا خازوق سليمان أقدم من الخليج، حتى الخازوق هذا ما هو لك، فما عندك شيء تفتخر فيه. الخليج، الكويت قاومت كل من حاول احتلال شبر من أراضيها، آخرتها صدام، على قوة صدام وقوة جيشه ومعداته. إلا أن الكويتيين شكلوا مجموعات لمقاومة هذا الاحتلال، شعوب وناس ما ترضى أن أحد يحتلهم ولا تستسلم على دمائهم وعلى جثثهم. فهذا هو الخليج وهذا هو الكويت، لم يستطيع أحد أن يحتل شبر من أراضينا. تعال أعلمك شيء ثاني، أنت الوحيد اللي تفتخر أن العالم تحتلك، والدليل عندك محمد علي الألباني عندما تتغنى في الصف الثالث إعدادي: محمد علي كان ألباني، آخذ مصري طلع في العالي، وقف جنب الشعب وقال فرض ضرائب مش حلال، أخذوا الشعب وثق فيه وأخذوا حاكم عليه وتجمعوا في دار المحكمة إلى آخره. في الصف الثالث إعدادي اللي عندك في كتبك، تفتخر أن هذا اللي لا يدين بدينك ولا يتحدث بلغتك حكمك. فلا تعتقد الناس كلهم مثلك. الجيوش الخليجية ليست متهالكة، أنت المتهالك، أنت اللي ما عندك شيء نهائيا في التاريخ يذكر أنك سويت شيء يحسب لك، هذا التاريخ، فلا تزعل مني ذلك.